هعمل فيديو لليوتيوب كل أسبوع، هفعل الانستجرام، هكمل تصوير سلسلة الريلز. كلنا بنبدأ السنة أو الشهر بحماس ونكتب قائمة مهام تو دو ليست طويلة جدا طولها متر، وبعد أسبوع بنلاقي نفسنا في نفس المكان والورقة ضاعت أو بقت في الغسيل، أو لو لقيتها يبقى يدوب شوية حبر مكتوبين على ورق ملهاش أي قيمة. المشكلة مش فيك، المشكلة في طريقة التخطيط. التخطيط مش إنك تتمنى، التخطيط هو إنك ترسم خريطة للواقع بتاعك. النهاردة هنبني مع بعض نظام تخطيط هيخليك تنجز مش بس تنشغل. لو جاهز تغير حياتك حضر قهوتك أجندتك وقلمك ويلا نبدأ. زي ما اتعودنا هنقسم الحلقة بتاعتنا ل4 فقرات متساوية. الفقرة الأولى قاعدة 80-20 أو التخطيط الذكي. قبل ما نقول أي حاجة لازم نعرف قاعدة مبدأ باريتو. بتقول إيه قاعدة مبدأ باريتو دي؟ 80% من النتائج بتيجي من 20% من الأفعال، أو بمعنى تاني 80% من الإنجاز بيجي من 20% من الوقت. الفكرة بدل ما تكتب 10 مهام ليك، لا ركز على 2 بس هيغيروا يومك. ممكن تحط القاعدة دي على أي حاجة بتعملها. 80% من المبيعات بتيجي من 20% من العملاء فعلا، وهكذا. الهدف هو تحديد الأولويات والتركيز على 20% الأكثر أهمية لتعظيم النتائج وأقل جهد. طب ازاي استفيد من المبدأ ده؟ اسأل نفسك كل يوم لو مسموح لي اعمل حاجة واحدة بس النهاردة، ايه هي الحاجة اللي لو خلصت هحس ان حققت انجاز؟ حدد المهام بتاعتك ال20% اللي بتحقق اكبر تأثير ليك سواء في شغلك او يومك او حياتك ككل، وركز عليها واضمن لك ان التأثير بتاعها هيكون كبير جدا ليك. الفقرة الثانية نظام ال3 مستويات من البعيد للقريب. كلنا بنقع في غلط كبير جدا، وهو اننا بنبدأ على طول من غير جدول ثابت. الصح هو اننا بنتحرك من الكبير للصغير. رقم 1 التخطيط الربع سنة وكل 3 شهور، بنحدد فيه الواجهة أو البرواز، صارت 5 كيلو مثلا، أو تعلم أساسيات لغة ما. رقم 2 التخطيط الأسبوعي، وده أهم جزء، بتوزع فيه المهام الكبيرة على الأيام. رقم 3 التخطيط اليومي، ده مجرد تذكير بيتوزع في الأسبوع. ملحوظة، لو انت بتخطط اليوم بيومه بس يبقى انت كده مش بتبني مستقبل. طب ايه هي بقى انواع التخطيط؟ في تخطيط طويل المدى وده اكبر، بيغطي 5 سنين فاكتر وبيسموه تخطيط استراتيجي. في تخطيط متوسط المدى، ده بيبقى من سنة ل5 سنين. في التخطيط قصير المدى بيغطي مدة أقل من سنة، بيكون يومي أو أسبوعي أو شهري، بيتسمى بالتخطيط التشغيلي. الفقرة الثالثة فخ المثالية والوقت الضايع. أكبر عدو للتخطيط هو إنك تنسى إنك إنسان، ما تملاش كل دقيقة في يومك. في قاعدة اسمها بافر تايم، اللي هي بتسيب ساعة أو ساعتين فاضيين في النص للمفاجآت. مشوار مفاجئ مثلا، تعب من مجهود لا قدر الله، مكالمة شغل طويلة، وهكذا. اعمل تجميع للمهام أو باتشنج. لو عندك إيميلات أو مكالمات اعملهم كلهم في ساعة واحدة بدل ما يتوزعوا ويشتتوا تركيزك طول اليوم. هنروح لنقطة هو إيه أصلا أهمية التخطيط في الشغل أو في الحياة عامة. تحسين لاستخدام الوقت، بيكون في إدارة الموارد والوقت بحكمة، تقليل المخاطر وهي التنبؤ بالتحديات والاستعداد ليها، زيادة الإنتاجية، بتكون في الرؤية واضحة وبيقلل التشتت، تحقيق النجاح الشخصي والمهني، ودي خطوة حاسمة في تطوير الذات. الفقرة الرابعة أدوات التخطيط، الورق ولا الديجيتال؟ دايما بنسأل نفسنا استخدم إيه؟ استخدم الورق لو بتحب الإحساس بالإنجاز وأنت بتشطب على المهمة بعد ما بتخلصها، وبيريح عينيك من الشاشات شوية. الديجيتال لو شغلك بيعتمد على المواعيد والتعاون مع فريق، أو محتاج تنبيهات وإشعارات تفكرك، ممكن تستخدم جوجل كاليندر أو برنامج نوشن. عامل لكم ليه حلقة منفصلة لوحدها. الخلاصة، الأداة مش هي اللي بتخطط، أنت اللي بتخطط. اختار اللي يريحك، المهم تبدأ، بس لازم تخلي بالك من مبادئ التخطيط الفعال، اللي هي 1 تحديد الأهداف عن طريق وضع أهداف ذكية ومحددة. 2 وضع بدايل، وجود خيارات متعددة للعمل وتقييمها. 3 اختيار البديل الأمثل، وهي الاعتماد على الخطة الأكثر فعالية والأقل تكلفة. الرابعة والأخيرة التمسك بالواقعية والمرونة. وفي النهاية التخطيط مش تأييد لحريتك، بالعكس التخطيط هو اللي بيخلق ليك وقت فراغ حقيقي وانت ضميرك مرتاح. ركز فيها كده وكررها، التخطيط مش تأييد لحريتك، بالعكس التخطيط هو اللي بيخلق ليك وقت فراغ حقيقي وانت ضميرك مرتاح. تحدي الاسبوع ده، حدد حاجة واحدة بس عايز تنجزها الاسبوع الجاي واكتبها وانا هتابع معاك. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وشير لصاحبك اللي دايما مشغول ومش بيخلص حاجة. اشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. سلام.